مين أكتر لاعب يستحق فرصة قدام الجيش الملكي؟ من الحاجات الجميلة في أشرف بن شرقي إنه دايماً عايش جو الماتش ومركز وبيدي تعليمات للي حواليه وبيفوقهم، بالأخص لو وجوه جديدة في الفريق، والموضوع اتكرر أكتر من مرة. مدير فني جوه الملعب. اليوم السابع، إمام عاشور بيعتذر لتروب اليوم وبيتعهد بصفحة جديدة مع الأهلة. محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري. الأهلي النادي الوحيد اللي لم يحصل على مقابل مادي من الاتحاد في إعارة أفشة خلال انتقالات يناير، وطلبه فقط كان ترضية اللاعب بالشكل المناسب. حسام الزناتي مساعد المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي. كوبري إبراهيم عادل للأهلي. إبراهيم عادل لو كان عايز يرجع مصر كان يقدر يرجع مصر، يعني القصة مش محتاجة إنه ينتقل لدوري تاني أو أيا كان. الجزيرة بشكل عام كانوا منفتحين على بيعه، فكان يقدر لو عايز يروح أهلي، زمالك، بيراميدز كان يقدر يتحرك. الولد كانت رغبته واضحة إنه عايز يلعب في أوروبا، وبالمناسبة هو قدم تنازلات كبيرة عشان يجي. طبقا للمدورة، مصطفى شوبير هو حارس مرمى الأهلي أمام الجيش الملكي. محمد سعيد عبر قناة الأهلي. مصدر باستاد القاهرة لموقع بطولات نفى ما تردد بشأن رفض استاد القاهرة استضافة مباراة الزمالك وسيراميكا يوم 17 من فبراير. الله، ده أنا امبارح من هيئة الاستاد قال لي نصا إن اتحاد الكورة ما أجلش، ده الاستاد بعت خطاب بيقول إن الاستاد مش جاهز. فلما هيئة الاستاد تطلع من خلال موقع بطولات وتقول الكلام ده ما حصلش وما ترددش بشأن رفض الاستاد استضافة المباراة غير صحيح، هنا هيبقى فيها مليون علامة استفهام. يعني عايز تنقل انقل، مفيش مشكلة، ما انت كده في ماتشين قبلهم اتنقلوا. عايز تغير الميعاد الساعة 2:05 وتوقيت خروج مدارس والولاد لسه في المدرسة فتخلي الماتش الساعة 5، ماشي، بس يبقى في وضوح. انا ما عنديش مشكلة مع القرار، انا عندي مشكلة مع المسؤول في اتخاذ القرار. لو في وضوح الناس هيبقى في شفافية وبتتعامل بكل تلقائية معاك بكل وضوح. لكن لما يبقى الكلام كده متضارب، ده بيخلينا بقى نحط تساؤلات كتيرة، ونحط ما بين قوسين فكرة برضو عدالة المنافسة، وحطها بقى على أي قياس. لجنة مسابقات، اتحاد كورة، لجنة حكام، قولها زي ما انت عايز في أي موضع.